يولاد ننحني فيها تقدير لجنودك يا مصر، خير أجناد الأرض اللي ذاكرهم المولى في بعض الآيات. شكرا، تحية كبيرة ليها، شكرا جزيلا. هتعيديها تاني في الآخر إن شاء الله، تقوليها على البوديوم هنا. أستاذ الكاتب الصحفي القدير عبد الجواد أبو كاب، اللي مشرفنا ومنورنا. حضرتك صحفي وباحث، والصحفي بالأساس هو باحث عن التفاصيل، عن المعلومات. نقول دائما وابدا في حاله بحث دائم. هل ما نعرفه عن اكتوبر 73 هو الجانب الاكبر، ام ان هناك اسرار ما زالت لا نعرفها ولم تعلن بعد، ربما لاسباب تتعلق بالامن القومي؟ اتفضل. يعني انا بشكر حضرتك على هذه الندوه المهمه، اللي انا في تقديري انها مهم جدا انها جايه في اخر شهر اكتوبر، لانه واحنا بنتكلم على اكتوبر فاحنا بنتكلم من 6 اكتوبر الى 24 اكتوبر، العيد القومي لمدينه السويس، اللي لولا انتصارها ما كناش هنبقى قاعدين في هذا المجلس في الحقيقه. وبشكرك ان انا وسط هذه الكوكبه، لكن خليني اقول لحضرتك انه انا محظوظ بشكل اساسي فيما يتعلق باكتوبر. انا جدتي اسمها فريده عمده الجناين في 73، ولو حد فيكم راح السويس هيلاقي كوبري اسمه كوبري ام ملكه في الجناين. ام ملكه دي هي فريده اللي رفضت انها تهجر مع المهجرين، هي واحده من سيدات قلائل. وانا في تقديري انه معظم بطولات المراه في حرب 73 لم تسطر بعد. يعني لو خدنا فريده نموذجا في السويس، لو رحنا الى سيناء والدور البطولي اللي عملته المراه السيناويه في 73، وازاي كانت بتنقل ذخيره تحت الفراش بتاع ابنها في المشنات او في التحركات. في الحقيقه ادوار كتيره جدا يعني منسيه، واسامي كتير جدا في الحقيقه لم تاخذ حقها. يعني العظيم مسعد القفاص هو الرجل الذي صور الحرب من 51 الى 73، معظم الصور التي رايتموها للاسرائيليين في السويس او مشاهد السويس المدمره او مشاهد الانتصار هي لمسعد القفاص، الراجل اللي يعني حتى مات لم ياخذ حظه من الشهره، رغم ان اغلفه المجلات كانت بتبقى موجوده بصور هذا الرجل. يمكن في ناس كتير جدا في الحرب في الحقيقه، انا في تقديري انه اكتوبر ليس لها ابطال يتعدوا. اكتوبر كل جندي شارك في هذه الحرب عمل بطولة في الحقيقة ممكن تتحكي في كتاب. وفي تقديري كمان انه الدراما المصرية لم تقدم ولا واحد على مليون من بطولات هذا النصر العظيم، لانه احنا بنتكلم بعد 50 سنة. يمكن استاذ محمد اشار الى القصة بتاعت كتابين في اسرائيل، لكن في كتاب في الحقيقه انا في تقديري ان هو الاهم والابرز، وهو المحتال، اللي هو التقصير، اللي هو اعترافات قاده اسرائيل وقت الحرب مباشره. كانت اعترافات حقيقيه وصادقه. وانا بقول ده لان هم عاملين 3 افلام، يعني اهمهم جولدا اللي احنا بنشوفه بمنطق انه دراما وان هم بيسيئوا للست، لكن الرسائل السامه فيه هي في قمه الخطوره. واحنا بنتكلم على الجنود يحضرني يعني سيرة رجل عظيم أنا بعتبره الأكثر دماثة في الخلق والأكثر يعني خلينا أقول حرص ودور كبير جدا أنا في تقديري إن هو يجب أن يرصد، وهو المشير أحمد إسماعيل. المشير أحمد إسماعيل في الحقيقة لما ناخد دوره عندما استدعي، هو كان أبعد عن الجيش في عهد الرئيس جمال عبد الناصر، ثم عاده السادات رئيسا للمخابرات العامة، وأنشأ وحدة يعني لعبت دور مهم جدا 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 في هذه الحرب، وهي إدارة الخداع في المخابرات العامة. إدارة الخداع كان مهمتها إنها تدي أخبار للعدو 80% وفق الرصد الذي تم لهذه الأخبار. 80% من الأخبار التي حصل عليها العدو الصهيوني في حرب 73 كانت من إنتاج هذه الوحدة، وفي تقديري إنها من اللي عملت بطولات كتيرة جدا، وكانت مسؤولة عن جزء كبير جدا من الخداع الاستراتيجي اللي عملته مصر واللي بيشير إليه الجميع. هذا الرجل البطل أيضا هو أول وأكبر وأهم من قدر الجندي المصري عندما انتقل من المخابرات العامة إلى الرجل الأول في القوات المسلحة بعد الرئيس العظيم
محمد انور السادات. في الحقيقه لما جه في هذا المكان اللي احنا قاعدين فيه في الاوبرا، لما اتعمل معرض غنائم الحرب، رفض ان يتقدم ليقص الشريط وتراجع وقدم بداله جندي بسيط ليقول للعالم كله ان الجندي ده هو البطل الحقيقي في هذه الحرب. انا محظوظ في الحقيقه ان انا يعني عايشت معظم ابطال منظمه سينا بشكل اساسي، وعاشت الرجل العظيم حسين العشي الذي أرخ للحرب من قلب الحرب. يعني معركة ال 101 يوم بتاعت السويس أرخ لها حسين العشي وهو داخل المدينة، هو واحد من الذين لم يخرجوا من المدينة رحمة الله عليه، هو وكابتن غزالي. ويمكن يعني عندنا عم ناوي هو يعني واحد من الأبطال القلائل اللي موجودين على قيد الحياة في محمود برضو أيضا موجود بس تعبان. فالقصه هنا حظي كمان الاكبر في الحقيقه ان انا اقتربت من السيده الفاضله جيهان السادات ومن ابطال العمليات الجويه اللي في الحقيقه كان ليهم دور كبير جدا وحكايات تحكى. يمكن احنا جالنا يعني بعض الحكايات، لكن في روايات كتير جدا لم تحكى. ويمكن انا يعني والدي الروحي الاستاذ محمد عبد الجواد مستشار الرئيس السادات، وكان المرافق له في زياره القدس الشهيره. ولما بنقعد في الحقيقه وبنسمع الحكايات بنعرف انه جزء كبير جدا من هذه الحكايات لم نتطرق اليها بعد. كل جزء من هذه الحكايات يصلح ان هو يكون فيلم دراما، وفي تقدير ان احنا لازم نتك على الدراما، لانه نحن لدينا عدو يقظ ويقظ جدا. لما نشوف نتفليكس في الحقيقه هنشوف جمله المسلسلات اللي اتعملت في الحقيقه وفيهم ابطال عرب للاسف، لكن نشوف كيف يزيف التاريخ. يعني انا في تقدير ان لدينا ازمه في تسويق هذا النصر على المستوى العالمي. يعني احنا جميل ان احنا في مصر بنجيش المشاعر وبنعمل حاجات، لكن لازم الصوره تروح بره، لازم نبقى محافظين، وكل الاجيال في الحقيقه عليها هذا الهم الكبير. لان احنا مهما كلمنا بعض هيبقى عندنا مشكله في اقناع الخارج، لان لدينا عدو على طول بيروح يشتكي مهما كان هو عامل العمله، على طول اعلامه دايما بيروح بره وبيضغط بشكل كبير جدا. ولو حضراتكم تابعتوا القصه الاخيره والحرب على غزه هنلاقي ان هو سبق واشتكى ان هو بيجيد الضغط على الخارج. فاحنا في الحقيقه لازم قصه هذا النصر، انا في تقديري يعني يمكن عندنا احنا بنتكلم على الكوادر البشريه، فانا بتكلم على فنانين عظام في هذا الوطن، وطنيين جدا يقدروا يعملوا اعمال في الحقيقه تتشاف، لانه الدراما سيف لا يقهر. يعني اذا احنا بنتكلم على المعارك فالعالم لم يعد فيه معارك عسكريه، ويمكن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قال جمله مهمه جدا: لن نهزم بمعركه تقليديه ولن نهزم من الخارج، الهزيمه لو جت هتبقى من الداخل. وهو ده في الحقيقه سلاح الوعي، ان يبقى عندنا دراما، ان احنا الابطال العاديين حتى ان احنا نقدمهم في صوره منتجات. يعني انا على المستوى الشخصي ببقى مبسوط جدا لما بسمع الفنان الكبير طارق الدسوقي، لانه مش فكره انه يبقى عندي فنان، فكره الفنان المثقف. واذا كان عبد الناصر كان محظوظ باعلامه فهو ايضا كان محظوظ في الحقيقه بفنانينه، لان احنا لما نجيب اي فنان قديم هنلاقيه مثقف بامتياز، فاهم فكره وحدود الامن القومي، فاهم ازاي لما يخرج بره يبقى علم مصر على ملابسه، ازاي العلم المصري، كيف نتعامل مع العلم المصري. ويمكن في الحقيقه الفنانين لعبوا دور كبير جدا سواء في الاعداد للمعركه او حتى فيما بعد المعركه في التسويق للنصر، سواء كانوا مطربين او غير مطربين في الحقيقه. وخلينا اقول ان هذا الوطن قوته الناعمه هي الاساس في التحرك دلوقتي بشكل كبير جدا، وان هي الذراع الطولة مش الذراع العسكريه. وخلينا اقول انه الظرف بيتعاد دلوقتي، هذا الوطن في حاله حرب حقيقيه، حتى لو الناس مش حاسه بده، لا نحن في حاله حرب حقيقيه. الاشتباك قد يحدث في اي وقت، وفكره خلينا اقول اللقمه او المشهد الشعبي اللي موجود دلوقتي في على مختلف محافظات
مصر، وفكره انه يبقى في غرف عمليات وانه الوطن يستعد. الوطن في الحقيقه يعيد المشهد مجددا، وبيثبت في الحقيقه انه خلينا اقول الحس الوطني ليس غائبا، وانه القدره على التواصل مع فكره الوطن وفكره الدفاع عنه موجوده باستمرار. ويعني تحيه كبيره جدا في الحقيقه لكل الابطال المنسيين ولكل الابطال اللي لعبوا دور، ولولادنا اللي في الحقيقه اختفوا. يعني انا من قريه اسمها العوامر قبلي، فيها راجل عظيم جدا اسمه البارودي، احد الذين لم يعودوا من الحرب. ودي من الحاجات في الحقيقه يعني خلينا اقول العظيمه جدا في ان كل الناس كانت بتضحي علشان هذا الوطن يستمر وعشان نقعد هذه القعده العظيمه. بشكركم جدا على هذا الاصرار. شكرا جزيلا.